السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بكم مقطع جديد مع الخال. ان شاء الله تكون الناس الكل بخير. بالنسبة للمقطع اليوم فقط توضيح بسيط، اللي هو راهو السيرفر المطورين حكيت ونبهت وقلت راهو مش باش يتم قبول الناس الكل، والناس اللي ظهرت لها طلب منها مفتاح. وقتها قلت باش يطلب منك مفتاح الدخول، هو مفتاح تسجيل الدخول او تفعيل الدخول او تفعيل الحساب. بالنسبة للمفتاح هذاك يتم ارساله من طرف الشركة فقط للناس اللي تم قبولهم، وهو سيرفر تجريبي يعني يتم ما يتحملش عدد كبير، لذلك باش يكون نادرا ما يتم قبول مثلا حتى العدد ما يتم قبول عدد كبير، ديما عدد اكثر اقل حتى من البسيط العدد باش يكون، لو خاطر السيرفر ما يتحملش، هو فقط سيرفر تجريبي. بالنسبه للناس اللي ما توصلتش، اللي قامت بتحميل السيرفر ونبهت ما تقومش بتحميل السيرفر وتخسر حتى الانترنت نتاعك، راهو اذا كان ما جاكش المفتاح هذاك والكليل باش تفتح بيه سيرفر المدورين، راهي حكايه فارغه، يعني ما عندك ما باش يتزاد لك كيف تقوم تحميل السيرفر، لانه باش يطلب منك المفتاح لتسجيل الدخول، باش يعرفوا اللي انت تم قبولك، وتقول المفتاح يجيك في البريد الوارد الخاص باللعبه او الايميل او احد المعلومات حتى مثلا في رقم الهاتف. المهم يجيك المفتاح في احدى الوسائل اللي حطيتهم تاع التواصل، مثلا الايميل ولا رقم الهاتف والا بريد اللعبه. هذا بالنسبه لسيرفر المطورين. باهي تو خلينا نبدا في المقطع نتاعنا ونبدا في التسريبات. فقط توضيح بالنسبه للناس اللي مركز في الفسطوريات، يا خال ما المشكل ما المشكل ما المشكل. التحديث سيكون بين 8 و 9 ديسمبر، 8 9 ديسمبر، ولكن اللي يهمنا في التحديث هو انه فما سكينات مجانيه، ومن بين السكينات سيتم اضافه السكين الموجود على اليمين، باش يكون موجود داخل متجر توكن الرتب، وتوكن الرتب نتحصلوا عليه من خلال الانتقال من رتبه الى رتبه. وبالنسبه للتوكن تقدر تبدل به الاجزاء الخاصه بالسكين. بالنسبه لي السكين نعطيه 8 الى 9 على 10، والسبب اللي يخليني نعطي سكين 9 على 10 هو انه مجاني، وبالحق مجاني، وبالهيئه هذه يستحق تعطيه تقييم باهي. فما حاجات تجيك بالجواهر حتى بالجولد ما تجيش، مش بالتوكن. باهي هذا بالنسبه للسكين. بالنسبه للزاد سكين السلاح اللي هو سكين سلاح جديد اللي تم اضافته، تم اضافته قبل التحديث راهو. بالنسبه للسكين راهو فيما امكانيه انه يكون زاد متواجد، يا اما بطريقه بتاعت حل بالجواهر، او ينجم يكون زاد هو من اللوحق باش تكون متواجده في المتجر ويتم اضافتها اما بعد التحديث او بطبيعه الحال بعد فتره من التحديث. ان بالنسبه للسكين تاع السلاح الى حد الان غير مؤكد، المؤكد ومجاني ورسميا هو السكين اللي تشاهدوا فيه. وخلينا رايك وتقييمك للسكين بين 0 و 10 في التعليقات. ايضا اضافه مود جديد. بالنسبه للمود الجديد باش يكون متواجد بعد التحديث. وبالنسبه للمود من الصوره، اول ما تشاهد الصوره تفهم اللي هو شبيه بالديث ريس، كان الناس فما شكون يتفكره. اكيد ليس ناسخ لصق على مود ديث ريس، ولكن فما تطور، فما تغييرات كبيره، وبالحال باش يكون حتى المحتوى نتاع المود مختلف. فقط المود باش يكون اكيد هذه باش يكون مرتبط بمهام معينه تقوم بها داخل الوضع الخاص، مثل الوضع اللي تشاهد فيه الان، وباش تكون مرتبط بالحصول على هدايا معينه، مثلا العب لمده كذا في الوضع الفلاني تحصل على الهديه الفلانيه. واكيد تو مع الوقت تو نعرفوا برشا حاجات حول الوضع هذايا وشنو الحدث المرتبط به، وكل شيء تكون متواجد في القناه. سكينات جولد رويال اكثر سكينات يتسال عليهم اكثر حتى من اللاكي دايموند اللي عندهم مجانيين 100%. بالنسبه للسكينات راهو الى حد الان في سيرفر المطورين، حتى كان فما شكون تقبل في سيرفر المطورين كيف يقوم بالضغط على السكينات او تظهر له رساله خطا، والسبب هو انه صحيح يظهر كما تشاهدوا فيهم، ولكن كيف تقوم بتحميلهم الى حد الان غير جاهزين. ولكن ملفات داخل اللعبه فما اثنين من الصور متواجدين باش تشاهدوهم، ولكن قبل ما نشوف الصور ركز مع اللي موجود وراء تحميل السكينات، تو تلاحظ اللي هو راه متطابق مع الصور اللي باش تشوفوهم. فقط تقييمك للجولد رويال، بالنسبه لي تقييمي للجولد رويال باش نعطيه هو اصلا جولد رويال، ولكن ساعات تحسه يستحق بالحق انه جولد رويال عادي نجم يكون حتى في لاكي دايموند تحس عندها قيمه وكهور، او مش معناتها جولد رويال ما عندوش قيمه. ولكن هذوما اخويا كان عندك تقييم تحت الصفر تعطيهم تقييم تحت الصفر. اصلا ركز اولا نبدا بسكين الفتاه. بالنسبه لسكين الفتاه تفكروا تو فما حفله الشاطئ كما تذكر الحدث حصلنا عليه، معظمنا حصلنا عليه مجاني، فما فتح صناديق وفما توكن وفما برشا مهام تخول لك انك تحصل على سكين مجاني. هذا بالنسبه للفتاه. بالنسبه للفتاه السكين ما يتطلبش بالحق، فما شكون باش يقول لك لا او الجسد بتاع الفتاه يستحق، راهو صحيح يستحق، اما بالحق راهو معظمكم عنده نزل في اكثر من حدث، ونتفكر نزل في اكثر من حدث ونزل بطرق مختلفه، يعني كنا ننتظروا حاجه اخرى. ممكن سكين الولد باش ياخذ تقييم اكثر ونعرف، ولكن بالنسبه لسكين الفتاه راهو حتى تحت الصفر ما يستحقش. سكين الولد ممكن تنجم تعطيه تقييم، ممكن تدارك، فما ناس عندها حسابات جدد، فما اللي سكر لك كونت، فما اللي يحب يحصل على سكين. بعد حال التقييم تقييمكم، ونقرا التعليقات ونشوف تقييمكم في التعليقات.
سكين لابيكارونت المتطور. بالنسبه للسكين المتطور راهو فيه مستويات كيف ما حكينا وقلنا، راهو مش كان الايرا كهو عندها سكينات متطوره كيف الاكا، لا راهو فما حتى الاس ام جي ابار اليو ام بي، راهو فما الاس ام جي. وحكينا زاد على البيكارونت، ورسميا هاو من داخل ملفات اللعبه هاو الصوره اللي تشاهدوا فيها الان، هاو حتى المستويات. هو في التسريب يظهر 4 مستويات فقط، الى حد الان غير معروف هل ترى باش يكون فما مستويات اخرى اكثر من 4 او باش يكون فقط 4 مستويات. وبالنسبه للتوكن الى حد الان ما ماناش متاكدين هل ترى باش يكون فما توكن نفس التوكن اللي نطور به الاكا، والا باش يكون فما توكن اخر خاص بالبيكارونت. الى حد الان غير مؤكد نوعيه التوكن اللي باش نطوروا به البيكارونت. بالنسبه للسكينات سواء كانت اسلحه سواء كانت اللباس، السكينات كلها فما لون بارد وكلها شتاء ثلوج، كلها يوحي بجانفي وفيفري، الظاهره اواخر ديسمبر وجانفي وفيفري. بالنسبه للاوغ، الاوغ وين ما تدور فما سكين جديد لسلاح الاوغ. بالنسبه للاوغ راهو على كثره السكينات هذه دليل على انه السلاح بدون سكينات هو متوسط، ما يعتبرش خارق وما يعتبرش صفر، ولكن راهو مع المدى الطويل راهو باش يصبح ادنى بالحق مش حتيه ادنى من الصفر. علاش؟ لانه قال باش تضطر انك تشتري سكين. علاش تعمل بالفعل 4 5 سكينات هيك عارفه ماهيش باش تبيعها؟ اكيد عندها سياسه كما نعرفوا تقلل من قوه السلاحات باش تخرج السكينات. هذاك علاش بكثر السكين تاع الاو. بالنسبه للقبعه، القبعه هذيك بطبيعه الحال هي شتويه ظاهره وباش تكون في حدث، ممكن تكون مجانيه وممكن تكون بالجواهر فقط، هي ملفات لحد الان الاحداث ما زلت ما تمش تسريبها. عندنا القناع زادك بتشاهدوا قناع نصف قناع مش قناع كهو، فيه الانف فيه النظارات، وكلها راي وكلها قناع واحد. بالنسبه للقنبله كما تشاهدوا فيها زاد. بالنسبه للسكين بتاع الابل 2087 لحد ما نزلش فيه حتى حدث، ونزل فقط في السيرفر التايواني اللي جربناه هكا مش في القناه التجربه بتاعه، وحصلت عليه وجربتها في السيرفر التايواني ونزل في حدث ويب شبيه بالمتاهه حدث ويب هذا. وبالنسبه وفيها كان نرد وكان تشاهدوه. وبالنسبه للسكين بتاعها ما نزلش الى حد الان في السيرفر بتاعنا، اكيد راهو باش ينزل في بعد التحديث، وفي معظم السيرفرات باش ينزل بعد التحديث حتى بالشكل ظاهر فوق تلاحظ اللي فما شكل بتاع ثلوج ومرتبط بالتحديث بعد تحديث الشتاء اللي هو تحديث يوم 8 او 9 ديسمبر. الفاير باسات، فاير باس جامفي وفاير باس فيفري. بالنسبه للفاير باسات تاع 2021 راهو موجوده الفاير باسات، ولكن هاو كيف تشاهد فيها كيفاش تظهر في سيرفر المطورين، والى لحد الان كنت باش ننزل مقطع عليها، ولكن شنو فايدتك باش ننزل لك مقطع وهي السكينات لحد ما يتمش تحميلها؟ فقط هاوكا راهو موجود الفاير باس وراني باش ننزل لك بالفاير باس وكل شيء، فقط هاوكا مجرد ولو نظره صغيره على الاغراض ولو حتى الثانويه اخويا ما هاك تشاهد. قريبا تكون هاكا اصلا داخل تاع التطوير بالتوكن ولا تحسها رئيسيه ولا في الفاير باس. بالنسبه لبقيه الاجزاء هاكا تشاهدوا اصلا في الاجزاء. بالنسبه للفاير باس باش ننتظر اول ما يكتملوا باش تكونوا موجودين في القناه. فقط فعل زر الجرس، وما تنساش بتاع الحال باش تشترك وتفعل زر الجرس وتختار جميع الاشعارات، خاطر برشا ناس يتشكوا من وصول الاشعارات. راهو صحيح مشكل من اليوتيوب حاليا، ولكن في انتظار تصليح المشكله هذا باهي، في انتظار تحميل الفاير باس على سيرفر المطورين تكونوا موجودين عندكم الناس الكل. التحديث القادم اولا باش نبدو باللوبي. بالنسبه لساحه الانتظار كما تشاهدوا في ساحه الانتظار دبابات وكما تشاهدوا حصلا فما ديما اللوبي تتغير سواء كانت مرتبطه بحدث، ولكن اللي لاحظت انه ما فماش ثلوج في اللوبي. معروف اذا كان تحديث الشتاء ما فماش ثلوج في اللوبي. فاش تخاف قرينا وشنو اللي باش تعمل قرينا مادام فماش ثلوج؟ راهي اكيد عندها فكره اخرى، واكيد راهو التحديث مرتبط باضافه ديما التحديث خاصه التغييرات في اللوبي راهي مرتبطه بالاحداث اللي باش تصير، سواء مثلا هكا تشاهدوا مثلا بطوله فري فاير او سلسله بطوله فري فاير العالميه كما تشاهدوا الساحه كيفاش البويا شفتوا الساحه، يعني راهو ديما ساحه الانتظار مرتبطه بالاحداث اللي باش تصير في اللحظه هذيك او في الفتره الزمنيه هذيك. سلاح جديد ينضم لعائله الاس ام جي. بالنسبه للسلاح جاء تحت اسم فيكتور، والى حد الان الحال متواجده سكين وحيد داخل سيرفر المطورين، وتو نشاهدوه ان شاء الله اول ما توفر ولو حتى معلومات بسيطه حول السكين، لانه فقط الوان بغير خاصيات. بالنسبه للسكين هو اول قلت سكين، بالنسبه للسلاح هو اول سلاح يضيفوا ليه زر خاص به باش تنجم تستعمل الاثنين من الاسلحه في نفس الوقت. هكا بتشاهدوا في الزر هكا في اعلى السلاح. وبالنسبه للتجربه هكا بتشاهدوا في كيفيه امساك اللاعب تاع الحال بوتر اللي يضرب فيه. راك بتشاهدوا كيفاش يستعمل في زوج سلاحات وكيفاش يستعمل سلاح واحد اللي هي اختياريه. تحب تستعمل سلاح تستعمل سلاح، تحب تستعمل الاسلحه تستعمل اثنين. هو الوحيد اللي تقدر تستعمل به الزر حاليا. وبما انه يستخدم للقتل ايضا ما نسموهوش غرض، نسموه سلاح زاده.
بالنسبه للسلاح جاء تحت اسم المنجل، وهو كان نجم تترجم وزاد الاسم نتاعو كان يظهر في الفيديو. بالنسبه اللي بتاعت حال الاضافه، هي اضافه جديده، ولكن الاضافه هذه راهي ماهيش باش تبقى كيف هكا. الاضافه هذه عندها سبب. السبب شنو هو؟ انه باش تكون فما سكينات اخرى بتاعت حال، باش يولي فما منجل ناري ومنجل ثلجي وهكا السكينات هذيك الكل. يعني تخيلوه بالسكينات باش يكون فما منظر اخر، وبالحق باش يكون احسن من المنظر بدون سكينات. بالنسبه للشخصيات حاليا في سيرفر المطورين متوفرين 2 فقط، راهو كيف ما يصير مع شخصيه كي بدون سابق انذار في سيرفر المطورين فقط. نزلت في سيرفر المطورين، مش سيرفر التحديث، راهو نقص في سيرفر المطورين العادي، خاطر هذا سيرفر التحديث وينتهي مع انتهاء التحديث، ويتم اغلاقها اصلا قبل التحديث بيوم او اقل من 24 ساعه. بالنسبه للشخصيات، فما الشخصيه الاولى اللي هي سيدة الجليد كيف نسميها، واكيد باش تجيب تسميه سيدة الجليد او باسم مختلف بعض الشيء. بالنسبه للتسميه الاولى اللي هي سيدة الجليد، باش تكون الميزه نتاعها هي وقت التعرض للضرر من سيدة الجليد تبقى تقريبا 5 ثواني، ما تقدرش تستعمل الميزه او القدره بتاع الشخصيه. وهي حتى في الوصف تاع الميزه او القدره جات كمثال تقوم بتجميد تحويل البي لاش بي، يعني ما محكوش على انه جميع القدرات، يعني ممكن تكون جميع القدرات اللي هي تجمدها، وممكن تكون فقط القدره هذيك. الى حد الان توقف نجربوها ان شاء الله في سيرفر المطورين، تو وقتها نجيب لك كل شيء موجود في الشخصيه هذه ونجربوها الناس كل مع بعض. الشخصيه الثانيه عندها زر تقوم بالضغط على الزر، ومن خلال الضغط على الزر هذاك يا صديقي وقتها باش تعمل هاله او طاقه تكون هكا، شفتوا الطاقه في القبه بالضبط. بالنسبه للطاقه هذيك وقت اللي تبدا بداخلها تنقص الضرر وتقريبا يكون معدوم الضرر. ولكن المشكله انه عباره انها عندها وقت معين، تحل اي قدره عندها وقت، ولكن انه تبقى ثابته اذا كان خرجت منها وفات الميزه بتاع الشخصيه. يعني بالحق ما هيش الشخصيه الاسطوريه وخرافيه، فقط سيدة الجليد تستحق تقييم اعلى من الشخصيه تاع اللي تعمل هاله من الطاقه. وفي انتظار التجربه ممكن التجربه تغير لنا بالحق تقييمها، وفي انتظار التجربه. تغييرات كبيرة على واجهة المهام اليومية ومهام زاد الفير باس أو تمرين النخبة، أصلا في الواجهة في الخلفية في برشا تغييرات. والتغييرات هذه فقط على الجرافيك، يعني التغييرات اللي تعرفين المهام تقريبا باقي نفس المهام، وحتى الشكل يعني قائمة مسادلة الأسبوع الأول الثاني الثالث الرابع، فما مهام شهرية. وتو كل شيء بعد حالك في ينزل فما حاجة باقي هكا فيها شوية ضباب وعليها ضبابية، ونوضحوها بعد التحديث إن شاء الله. وهذه هي الهالة من الطاقة اللي تكون متواجدة أو حول الشخصية. كما تشوفوا حتى كي باش تخرج الشخصية الطاقة هذيك تبقى جامدة وثابتة في مكانها. يعني نستنظر تقييمكم في التعليقات. شخصيا ونتاكد لو حتى الناس الكل كيفي اكثر عائق يتمثل بالنسبه لي هو كيف تحرك الازرار، ولكن بعد ما تقوم بالتسجيل تكون في على الخريطه مثلا ولا اثناء اللعب تكون مختلفه عن التعديل في الاعدادات. الاضافه الجديده هي كيف تعدل هكما تشاهدوا فما شوف كانك تعدل، شفت كانك تعدل وانت مثلا حتى في اللعبه، شوف كانك تعدل وانت في الخريطه. اصلا في الخريطه وقتها تنجم تعرف الازرار الموجودين مكانهم بالتحديد، افضل من التعديل من داخل الاعدادات. وما تشوف حتى شيء، فقط قائمة بيضاء خلفية بيضاء وما فيها حتى شيء، أو خلفية رمادية. حيوان جديد ورسميا بطبيعة الحال حكينا عليه كتسريب والآن رسمي، وحكيت عليه أمس في التسريب داخل سيرفر المطورين كيف. الميزة باختصار شديد هي زيادة مسافة رمي القنابل المتفجرة، القنابل الضوئية والقنابل الدخانية. يزيد مسافتها، كنت قادر ترميها على 10 أمتار وترميها على 15 متر بطبيعة الحال. هذه فقط باش نفهمك، يعني المسافة ما هيش مسافة حقيقية، والمسافة تتغير حسب مستوى الشخصية حسب مستوى الحيوان. وفي انتظار تقييمكم للحيوان في التعليقات. إضافة بالنسبة لي ما عجبتنيش، إضافة تخلي اللعبة بالحق تخلي اللعبة ما هي نعرفوا اللي هي اللعبة ما هيش حقيقية، لعبة أخي نلعبوا، أما على الأقل تحس روحك اللي هارب من الواقع اللعبة، ولكن في اللعبة ما تحسش روحك تلعب في حاجة خيالية بتاع تعويذات ومدري شنو. شوف البوابة اللي عملتها قارينا في ان شاء الله تكون في الكلاسيك اكا، هو على الاقل كلاسيك مأيسين منها بطبيعتنا، ولكن باش تضيفها في الرانكد على الدنيا السلام. بالحق هي شبيهه بالزيب لاين، ولكن هي عباره سفر عبر الزمن حسب ما جاء في الوصف نتاعها. او سفر عبر الزمن عباره ماهيش باش تجيبك مثلا في مكان بعيد برشا ولا حاجه، تقريبا ماهيش خاطر حسب ما شفتوا المسافه ماهيش بعيده برشا اللي خرجتك فيها. المهم نتمنى تعطيه تقييمك يا صديقي لكل شيء. تقييمك بالحق في تقييمك راهو يعجبني من 0 ل 10 على الاقل. حتى شخصيا عندي تقييم تنجم تغير لي رايي، تنجم كان رايي سلبي تقلب ايجابي، تنجم يكون ايجابي تنجم تغير لي رايي السلبي خاطر تكون اكتشفت اخطاء ما شفتهاش. المهم وصلنا لنهايه المقطع، اسف على رداءة الصوت اللي مضطر اني نتكلم، حتى لو كان صوتي مضطر نتكلم، راني نكره الكتابه ولكن ساعات مضطر اني نكتب، شنو لازم ننزل لك مقطع، لازم نوصل لك الفكره في وقتها. ونشوفكم في مقاطع اخرى، وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.